السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله هنفسر مع بعض رؤية التعري في المنام، والتفسير مستند معانا لتفسير الإمام ابن سيرين. لو شاف الشخص منا في الرؤية بتاعته إن هو خارج قدام الناس وهو عاري، ده بيدل على إنه شخص مبذر وبيضيع ماله فيما لا يفيد، او ان هو عنده مشاكل في حياته وان هو غير مستقر في حياته. لكن لو شاف الشخص ان هو اللي قاصد يعري نفسه قدام الناس وان هو مش مكسوف ان هو بيعمل كده، ده معناه ان في صعوبات ومشاكل هيقبل عليها. لكن لو شاف نفسه ان هو مكسوف، يعني هو بيعري نفسه لكن هو مكسوف وبيستحي، ده بيدل على انه في حاجات مخجلة في حياته. ودي طبعا رؤية تحذيرية ان الانسان يبتعد عن فعل اي شيء ممكن لو انكشف قدام الناس ان هو يخليه في موقف مش كويس، او ان هو ينزل من نظر الناس اللي حواليه. طيب لو حد من اصدقائك من قرايبك او حد يعرفك هو اللي شاف رؤية ليك ان انت في المنام متعري، وان هو واقف بيتفرج عليك والناس بتبص عليك، ده بيدل ان انت عندك كثرة ضغوطات ومشاكل في حياتك، والناس اللي حواليك مش قادرين يساعدوك بحاجة. طيب لكن لو الشخص رأى نفسه في المنام ان هو عريان وبيبحث عن اي حاجة تستره او يتغطى بيها، ده بيدل على انه محتاج، الانسان ده محتاج لدعم نفسي او دعم مادي. اللي يشوف نفسه في المنام ان هو بيتعرى في مكان عام، مثلا في مطعم، في كافيه، في حفلة، بيتعرى عامة في مكان عام قدام الناس، ده بيدل على ان في سر في حياته هيتكشف قدام الناس كلها، والناس كلها هتعرف السر دوت. يا رب نكون فدناكم في التفسير بتاعنا النهارده. ما تنسوناش بقى بدعمكم لينا بلايك للفيديو عشان يترفع في المشاهدات، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم ان شاء الله كل تفسير جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.